السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير معكم فيديو جديد دائما مع وصفة من وصفات قناة مطبخ بنت خديجة. راح ندير معكم البريك دائما بلمسة مطبخ بنت خديجة. الوصفة تاعنا واش تحتاج؟ عندنا كما راكم تشوفوا عندنا الديول. هذا الديول اللي خدمناه البنات في الدار كما راكم تشوفوا، يعني صنع منزلي. عندنا دنداشي، عندنا كمية تاع البصل، وعندنا المعدنوس كما راكم تشوفوا مخلط بشوية حشيش. عندنا حبة تاع البيض، عندنا البنات عندنا الفرماج كما راكم تشوفوا. الوصفه تاعنا تحتاج الى فلفل كحل، عندنا زنجبيل، عندنا كميه تاع الملح، وعندنا الزيت، وعندنا المارغرين. دوكا ندوز ندير تقليه تاع البصل تاعنا ونعاود نرجع لكم. راكم تشوفوا حباباتي خياتي، انا عاودت رجعت لكم. راح نقلي معكم البصل في المقله تاعنا البنات. باش نحطو نديرو مغرفه تاع مارغرين. انا دائما في البوراك تاعي، يعني في التقليه تاع البصل تاعي، ندير كميه البنات تاع المارغرين، نزيد عليها تقريبا البنات 3 مغارف تاع الزيت، 3 مغارف تاع الزيت. نخلي كامل المارغرين تاعي هذيك تذوب مع الزيت البنات كما راكم تشوفوا. المارغرين تاعي يذوب مع الزيت بهذه الطريقه. ومن بعد نبدا نحط البنات البصل اللي عندي كما راكم تشوفوا. نخلي البصل تاعي البنات حتى يذبل. بالنسبه للبوراك ولا البريك البنات يحب كميه تاع البصل تكون مليحه باش يجي بزاف بنين. لازم تقلي البصل تاعك هذا مليح بهذه الطريقه، خليه يذوب كامل. درت البنات مغرفه تاع مارغرين، زدت عليها 3 مغارف تاع الزيت. نتوما تحبوا تنقصوا الزيت كما تحبوا، انا هذه هي الطريقه تاعي. ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاعي، يعني كل واحد كيفاش يطيب. الاذواق تختلف. كما راكم تشوفوا تخلطوا البصل تاعكم مليح حتى يذبل. نزيد نحط عليه البنات دنداشي هذا اللي يكون عندي. تحبوا ديروا فيونداشي كيما تحبوا، يعني انا درت الموجود اللي عندي، يعني الحاجه اللي تكون عندي دائما نقول لكم انا نديرها على حسب العائله تاعي. نخلي كامل البنات يتقلى مليح، كميه تاع الدنداشي حتى يتقلى مليح باش نكمل نحط عليه البنات الاضافات كيما راكم تشوفوا. لازم تخدمي مليح، شوفوا البنات تخدمي مليح، تخلطيها مليح. راح نخدم معكم هذا البريك بالديول اللي قلت لكم اللي خدمتو معايا في الدار. ان شاء الله نتوما تكونوا جربتوا هذاك الديول شكون نجح معاكم. دائما نقول لكم ما تنساونيش بليجان، يعني راني نشوف فيكم هذو الايامات تشوفوا لي فيديو ديالي مي ما كاش ليجان، ما على باليش علاه. ان شاء الله تحطوا لي ليجان، تحطوا لي كومونتير شابين، تفرحوني باش تطلع القناه كما راكم تشوفوا. نكمل نحط البصل تاعي، نزيد عليه نحط عليه. انا دائما نفضل نحط المعدنوس في الاخير، مي نحط شويه من قبل باش نسمو اللحم تاعنا هذا، والاخر نخليه نحطو مع التالي. بالنسبه لي زيتيس انا دائما نفضل نحطهم في الاخير باش تبقى النكهه تاعهم كما راكم تشوفوا. نخلو اللحم تاعنا يتقلى مليح. نزيد على الوصفه تاعنا نزيد عليها البنات رشه تاع الملح. دائما نقول لكم ما تكثروش الملح، يعني راح نديرو فيه شويه تاع الفرماج. الفرماج فيه كميه تاع الملح بهذه الطريقه. نكمل نخلط حتى يتقلى اللحم تاعنا مليح. هذا الدنداشي تاعنا هذا مليح. كما راكم تشوفوا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، البريك بلمسه مطبخ بنت خديجه بمقادير بسيطه. نخلوه يتقلى مليح. كل ما تقلي الماكله تاعك يعني مليح النتيجه راح تحصلي على نتيجه مليحه، يعني تعطيك بنه مليحه الوصفه تاعك الماكله تاعك اللي ديريها.
يعني سر نجاح جميع المأكولات يعني هو في التقليه. لازم دائما تخلي اي وصفه تحطي فيها بصل ولا الخضر ولا اللحم ولا لازم تقليه مليح. نكملوا نخليه يطيب مليح. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا دوكا ندوز نحط الاضافات. بالنسبه ليا انا نحب بزاف في البوراك تاعي نحط الزنجبيل، يعني هو صحي. نزيد نحط البنات كميه تاع الفلفل الكحل. الوصفه تاعي هذه نزيد نحط عليها شويه تحت الفرن، يعني البنات ما تكبروش، اللي تحب ديروا اللي تحب تستغنى عليه كما راكم تشوفون. نحطوا شويه تحت الفرن ونخلوا كامل المكونات يطيبوا مليح بهذا الشكل. شوفوا البنات نخليه حتى ينشف، ينقص كامل هذاك الماء اللي يكون في الدنداشي تاعي. يعني انا كما كنت غير كما جبته من المجمد، لازم ينشف مليح يتكراميليزا كما راكم تشوفوا، يعطي هذاك اللون شباب، هذاك الاحمرار في اللحم تاعنا. بالنسبه للبوراك ولا البريك لازم حتى يبرد كامل اللحم تاعكم باش تعمروه، باش ما يفسدش الديول تاعكم. كاين اللي بزاف اللي ما يعرفوش يعمروا البوراك، ولا كاين اللي يكون اللحم سخون يخدموا ديريكت يحطوه فوق الديول، يعني النتيجه تاعو ما تخرجش مليحه. دائما تخلي الوصفه تاعك تبرد مليح باش تبداي تعمري في اللحم. كما راكم تشوفوا بالنسبه للمعدنوس انا نفضل دائما تحطوا كميه قليله تاع الحشيش في المعدنوس، زيدوه الاضافه للدنداشي تاعكم ولا الفيانداشي كما تحبوا باش يعطيكم نكهه شابه. سيو جربوا البنات، انا مجربه هذه الوصفه يعني بزاف بنينه. قلت لكم كي تزيدوا لها اضافه تاع الحشيش. شوفوا البنات يعني وريتكم كامل الخطوات كيفاش راني نطيب. هذه هي قناتي، قناه مطبخ بنت خديجه الاقتصاديه اللي تحب الاقتصاد. جربوا هذاك الديول، تفرحوا به العائله تاعكم ولادكم في شهر رمضان ان شاء الله. يعني المصروف راه كما راكم تشوفوا كل شيء راه غالي. ربي يجيب ساعات الخير، ربي يفرحنا ويفرحكم يا رب العالمين ان شاء الله. شوفوا البنات لازم تخليه حتى ينشف مليح، اللحم تاعكم لازم تطيبوه مليح. قلت لكم بالنسبه البوراك يحب كميه تاع البصل مليحه، يعني كل ما ديروا البصل مليح راح يعطيكم نتيجه مليحه في اللحم تاعكم، والبوراك تاعكم راح يخرج شباب. شوفوا البنات وكنخليه يريح شويه. بالنسبه قلت لكم المعدنوس تاعي والحشيش انا نحطو كلمسه اخيره كي نروح نطفي الفرن تاعي. شوفوا البنات راح نطفيه دوكا نحط الحشيش تاعي اللي عندي. يعني نحب الحشيش يكون كيما يقول لك يخلي هذيك النكهه الشابه، ما نحبوش كي يذبل كامل كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات دوكا ندوز نخدم معاكم البريك تاعي دائما بطريقه سهله اقتصاديه بلمسه مطبخ بنت خديجه. متتبعي قناه مطبخ بنت خديجه الاوفياء لقناتي ما تنساونيش بالليجان ابونيو القناه. اللي دخلوا قناتي من جديد نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. دوكا ندوز
نخلي الخليط تاعي هذا يبرد ونعاود نرجع لكم نعمر معكم الديول. كما راكم تشوفوا البنات انا عاودت رجعت لكم. هذا هو الدان داشي تاعي البنات اللي طيبته. كيفاش جا البنات. نزيد عليه نضيف عليه كميه تاع البطاطا باش البنات يزكي لك الدان داشي اللي عندك، ويجي البنات يجي بزاف طريقه تخلطيلو البنات البطاطا. شوفي كيفاش نخلطوه كامل، تخلطيه البنات مليح مع هذاك الدان داشي. بهذه الطريقه البنات نعمر البنات. نعمر الديول تاعي هذا. قبل ما نعمر نخدموا ونبداو الوصفه تاعنا، نصليو على سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الوصفه تاعنا هذه هي البنات كما راكم تشوفوا. نديروا فيها كميه تاع الدان داشي بالبطاطا اللي خلطناه مع البطاطا. نزيدوا عليها البنات، انا ندير عليها حبه كامله يا البنات تاع الفرماج. على بالك باللي ولادي انا اللي من الولاد اللي يحبوا بزاف الفرماج. ندير عليه كميه معتبره، راح ندير عليه حبه البنات كامله كما راكم تشوفوا. نقطعها عادي، نغلقها بهذا الشكل، نزيد نغلقها البنات بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. طريقه قلت لكم سهله، يعني ما تخافوش تفتح معاكم. شوفوا البنات، شوفوا البنات الحبه الشكل تاعها كيفاش يجي. نزيدوا البنات نزيدوا نخدم معاكم الحبه الثانيه كما راكم تشوفوا. ندير كميه البنات لاباس بها من دان داشي، نزيد عليها حبه كامله تاع فرماج. بالنسبه للفرماج اللي تحبها تقدري ديريه كما تقدري تستغني عليه، يعني ديري على حسب واش عندك نتيا في الدار. انا تبعت على حسب ولادي انا واش يحبوا كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات هذا ديول تقدري تخدمي به بسهوله. شوفوا البنات. نزيد نخدم معاكم البنات، نزيد نخدم معاكم الحبه الثالثه. شوفوا البنات نزيد نخدم معاكم الحبه الثالثه. شوفوا البنات كيفاش يجي هذا الديول. شوفوا نزيد ندير كميه تاع الدان داشي، نزيد عليها الحبه تاع الفرماج. دائما تقطعيها، راني قطعتها بيدي يعني باش نسهل لكم الامر. شوفوا البنات، شوفي كيفاش يجي الشكل تاعو. شوفي دوكا البنات كاين بالعائله تاعي اللي يحبوا البريك تاعهم فيه البيض كما راكم تشوفوا. راح ندير حبه بيض، على بالكم باللي البيض راهو غالي، تسمى حبه نضربها. نزيد عليها كما راكم تشوفوا، نزيد عليها رشه تاع الملح البنات. نزيد عليها الرشه تاع الملح، نديرش حاجه بزاف، ونخلط مليح. نزيدو البريك اللي عندي كما راكم تشوفوا. نحط الورقه تاع الديول باش نوريكم باللي ماشي كامل في الدار ياكلوا ماكله واحده، كل واحد واش يحب. شوفوا البنات انا جيست وريت لكم الطريقه درت عفوا الديول على حسب الكميه تاع الديول بوراك على حسب العائله تاعي. نتوما دائما ديروا على حسب العائلات اللي يكونوا عندكم كما راكم تشوفوا. ندير نكمل نفتح حبه تاع الفرماج اللي عندي نقسمها بهذا الشكل. نزيد
نحط عليها البنات كميه قليله تاع البيض بهذا الشكل. نزيد عليها كميه تاع البيض كما راكم تشوفوا البنات، يعني درت كميه قليله. نغلق الحبه اللي تكون عندي، نغلقها بهذا الشكل ونكمل نعاود نخدم، نكمل البريك اللي عندي ونعاود نرجع لكم. شوفوا البنات، نكمل البنات ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا متتبعي قناه مطبخ بنت خديجه، هذا هو البوراك اللي عمرته معكم. كما راكم تشوفوا الكميه تحصلت عليها كميه لاباس بها. انا درت على حسب العائله تاعي، نتوما دائما ديروا على حسب العائله تاعكم. دوكا البنات ندوز معكم نقلي البريك ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات حباباتي خياتي، راح ندوز نقلي معكم البريك. ها البنات شوفوا كيفاش، خلوا الزيت تاعكم تسخن. نخلو البنات نخلو الزيت تاعنا سخون مليح باش نحطوا البريك تاعنا، وما تقلبوش البنات حتى يحمر من جهه، وتقلبوا على الجهه اللي ما تكونش مازال ما حمرتش. يعني ما تبقاوش تخلطوا فيه، تقلبوه حتى يتفتح معكم. لازم تخلوا البريك تاعكم في المقله حتى يحمر من جهه باش تقلبوا على الجهه الثانيه. وكنكمل نخليه يتقلى ونعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات راح نقلب معكم البريك. شوفوا البنات، لازم تقلبوه البنات بشويه باش ما يفتحش معكم. شوفوا البنات كيفاش جاي شهيتكم في الجنه. هذا هو الديول تاعنا اللي خدمناه، العجينه، باش تشوفوا باللي حقيقه الوصفه قلت لكم تستاهل التجربه. البنات وصفه الديول لازم تجربوها. شوفوا البنات، دوكا نكمل نقليه ونعاود نرجع لكم. متتبعي قناه مطبخ بنت خديجه، خياتي حباباتي، المشتركين اللي دخلوا قناتي من جديد والمشتركين القدم، نقول لكم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، البريك بلمسه مطبخ بنت خديجه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. اللي عجبو لا فيديو ما ينسانيش بالجيم ابوني القناه. نقول لكم دائما مرحبا بكم في قناتي. كما راكم تشوفوا هذا هو البريك، راح نجرب نقسم معكم البنات كيفاش جا البنات. هذا هو البريك تاعنا تاع نهار اليوم، جربوه. اللي جربته نقولها بصحتك، واللي دخلت قناتي نقول لك مرحبا بك. الى فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.